تطورت كرة القدم وطرق تدريبها، بل أصبحت علما قائما بذاته له أبجديات يجب أن تدرس تدرجا مع أعمار اللاعبين. رابطة مشجعي الهلال بلندن أقامت أكاديمية للاعتناء بهذا الجانب. هذه الأكاديمية تأسست في نوفمبر 2010، هسه تدخل عامها الثاني. تأسست بهدف صقل المواهب السودانية وربطهم بوطنهم الأم، وفي سبيل هذا الهدف نحاول نربيهم وطنيا وفنيا ونخلق جو اجتماعي وشيء من المرح لهؤلاء الأطفال اللي بيعيشوا في بلد غير بلدهم، وهم أصبحت البلد دي بالنسبة لهم بلدهم الأولى والثانية في نفس الوقت، ولغتهم الأولى هي اللغة الإنجليزية واللغة الثانية هي اللغة العربية. فهنا بالنسبة لهم بيبقوا ملاذ وبيبقوا بيشوفوا السودان. إضافة للاعبين السودانيين انضم للأكاديمية لاعبون أجانب. Hello, my name is Charles. مرحبا، اسمي شولز وأنا مستمتع جدا باللعب هنا، فجميعهم أصدقائي وقد تطور مستواي كثيرا ونحن نلعب في الدوري بشكل ممتاز. دور آخر تقوم به الأكاديمية لخدمة الجالية السودانية غير التدريب الرياضي فقط. أساسنا نحن هنا أن تكون أولا اجتماعية، والمقام الثاني أنه بيجتمع هنا يعني يوميا كل سبت من الساعة 4:30 إلى الساعة 7، وكما رأيتم بنفسكم الأطفال يصطحبهم أولياء أمورهم إن كانت الوالدة أو كان الأب. مجهودات مقدرة يقوم بها المشرفون لتثقيف الدارسين وتأهيلهم بأحدث طرق التدريب المتبعة اليوم. وأنا ماسك الأعمار من 14 وإلى 17، وديل فيهم خامات ممتازة جدا، يعني ممكن نقدر نصحح فيهم الجوانب الفنية بحيث انه يعني يتبنوا بشكل سليم، لانه ممكن تدارك المسائل دي في خاصه في الاعمار دي، وانا بشوف انه يعني ممكن يكونوا اضافه كويسه جدا ونيره للاعب السوداني اللي ممكن يندمج في الدوريات الاوروبيه. قوة اخرى للامل والضوء تنفتح في هذا الجزء من العالم تجعلنا نحلم بأن ينصلح حال الرياضة في بلادنا باتباع المنهجية العلمية سبيلا لإعداد لاعبي المستقبل. تطورت كرة القدم وصارت تقام له المدارس والأكاديميات، وهذا هو حال الجالية السودانية هنا في لندن، إذ أقامت أكاديمية الهلال للعناية بالنشء وتدريبهم وتعليمهم فنون كرة القدم. الصادق البديري، تلفزيون السودان، لندن.